دكتورة هبة عبد العزيز، استشاري ومدرس الصحة النفسية بجامعة اسكندرية. ليه مش بتروح لدكتور نفسي؟ في 7 أسباب يمنعوك تروح لدكتور نفسي حتى لو بتفكر. أولا، مش شايف إنه مناسب تحكي أسرارك لحد غريب ما يعرفكش. 2، شايف إنه مش هيساعدك. 3، شايف إنه هيديلك دواء وإنت مش عايز، أو شايف إن الدواء مش هيحل مشاكلك. 4، اتكلمت مع ناس حواليك ولقيتهم بيدولك نصايح مش مناسبة، فشايف إن الدكتور مش هيقول حاجة جديدة. 5، ممكن يقولك انت عندك كذا وكأنه بروز حالتك وبقى ليها اسم، وده يحسسك ان فيك حاجة غلط. 6، لو حد عارف ممكن الناس تبصلك على انك مريض. 7، الفكر السائد عن العلاج النفسي انه ادوية متعبة. ال7 اسباب مش صح. الدكتور مش مجرد شخص غريب، ده انسان دارس ومختص، شغله انه يحفظ اسرارك. هيحاول بكل الطرق يساعدك، مش شرط يديلك دواء، في انواع كتير جديدة للعلاج. لو ادالك دواء مش شرط يتعبك ومش شرط يكون للأبد. مش هيكبر الموضوع، بالعكس هيساعدك تتخطاه. الكلام مع دكتور مش زي باقي الناس، لانه مش هيستغرب كلامك، بالعكس هيفهمك ويفهمك اكتر. انت انسان طبيعي، واي حد ممكن يمر بأزمة. المرض النفسي زيه زي العضوي، وله علاج تقدر تغير حياتك.